لما فاطمة مدت ايديها ايسو ما خدهاش فورا، هو بص ليها نظرة كام ثانية كده، معناه ان في خناقة جوه ايسو ما بين قلبه اللي عاوز يمسك ايديها وعقله انه لازم يفضل تقيل. حركته ان هو بص لايبوهان قبل ما يمسك ايديها، دي حركة ان هو اختار يمسك ايديها عنادا بس في ايبوهان اكتر ما هو حب في فاطمة في اللحظة دي. هنا لما مسك ايديها فاطمة حست بانتصار صغير ولو لثواني، وكأنها صدقت ان ايسو الحنين رجع تاني. بس ايسو في الحقيقة مسك ايديها عشان يوجه رسالة قوية لايبوهان. لو خدتوا بالكم هتلاقوا المسكة هنا كانت جامدة ورسمية، ما فيهاش اي نوع من الدفء. اصعب لقطة بقى لما هما كانوا الاتنين ماشيين وقام سايب ايديها. الحركة دي في علم النفس اسمها السحب العاطفي المفاجئ. هو عمل الشو بتاعه قدام ايبوهان وخلاص الموقف خلص على كده، فما بقاش محتاج يمثل ان هو قريب منها. هو بيديها الامل لما مسك ايديها، وفي ثانية سحبوا منها لما ساب ايديها. بعد ما ساب ايديها ومشي هي بصت في ظهره لثانية كده، ملامح وشها بدأت تنهار كلها وجع. ليه فاطمة اتوجعت بالشكل ده؟ لان لغة جسدها كانت صادقة 100%. لما هي مدت له ايديها هي كانت مشتاقة للحنية والامان اللي هو بيديهولها. انما رد فعل ايسو لما بص لايبهان الاول ده معناه ان هو مخطط ومحسوب ليه. هي مدت ايديها بقلبها، هو مسك ايديها بعقله. التناقض ده هو اللي خلى شكلها حزين لما ساب ايديها، لانها اكتشفت انها كانت حقيقيه جدا في لحظه هو كان فيها بيمثل. واقوى حاجه هي عملتها لما لفت وشها، فاطمه رفضت ان إيلين تشوف انكسارها. في علم النفس ده اسمه التنكر العاطفي. هي بتخبي الحقيقه المره ورا وش تاني. هي مش عاوزه إيلين تحس بحاجه وتسالها مالك، فعشان كده لفت بسرعه وغيرت تعبيرات وشها.